النهارده عايزين نتكلم عن نظام الاسقاط اللي هو UTM WGS 84. نفهمه، عايزين نفهم ازاي بنحدد المنطقه بتاعتنا دي بتقع في اي زون، وهل هي شمال او جنوب. طيب هنا ده قدامنا برنامج السيفل 3 دي. معلش هنأجل السيفل شويه وهنروح على الجوجل ايرث. اول ما بنفتح الجوجل ايرث بنلاقيه ظاهر معانا بالشكل ده، ظاهر عليه ارقام وظاهر عليه حروف. الارقام دي بتبقى بين الخطوط الطوليه او خطوط الطول، يعني مثلا 25 هيبقى بين الخط ده وبين الخط ده مثلا، بين الخط ده والخط ده. تمام. طبعا انا عملت زوم شويه هيبتدي يظهر الارقام اللي هي بين ال 25 وال 30. لو عملت زوم كده شويه هيبتدي يظهر لي الارقام التانيه. مثلا هنا بين الخط ده، خط الطول ده وخط الطول ده، احنا بنقع في زون 32. تمام. ده بالنسبه للايه، ده بالنسبه لرقم الزون. طب هل هو شمال او جنوب؟ احنا عندنا كمان حاجة اسمها دوائر العرض، اللي هي الخطوط اللي بالعرض دي، وبين الدوائر وبعضها هو مديني حروف. يعني الام ده بين الايه، بين دايرة العرض دي من اولها لاخرها ودايرة العرض اللي تحتها. الان بين دايرة العرض دي والدايرة اللي فوق. تمام. في بعض دوائر العرض بتقع شمال خط الاستواء، وبعض دوائر العرض بتقع جنوب خط الاستواء. طيب ايه اللي بيقع شمال وايه اللي بيقع جنوب؟ اولا بالنسبة للحروف الخاصة بدوائر العرض احنا عندنا الحروف بتبدأ من سي وتنتهي عند اكس. تمام. طيب احنا عندنا دوائر العرض من سي، او الزونات بين دوائر العرض وبعضها من سي، الحروف من سي لحد اكس. لو حضرتك لقيت النقطة بتاعتك بتقع في زونة سي او دي او اي او اف او جي او اتش او جي او كي او ال او ام لحد الام، احنا بنقع جنوب. يبقى من السي للام جنوب، ومن الان لحد الاكس احنا بنقع شمال. تمام. يعني طيب انا دلوقتي عايز اشوف مثلا السعودية بتقع في زون ايه. لو انا جيت زومت كده على السعوديه هلاقي ان السعوديه ممكن تقع في زون 37 او 38 وجزء منها كمان في 39. يبقى عندي ثلاث زونات بيقسموا السعوديه بالنسبه لخطوط الطول. طيب هل هي شمال او جنوب؟ والله السعوديه احنا قلنا من الام لحد الاكس احنا بنقع في الشمال. من الواضح كده ان المنطقه العربيه بتاعتنا كلها بتقع في الشمال. يبقى موضوع الشمال ده منتهي بالنسبه لنا لو احنا شغالين في الدول العربيه. تمام. اي دوله عربيه يبقى شمال. ليه؟ لأنها بتقع في الزونات من ام لحد الايه؟ لحد الاكس. لا سوري، من الان لحد الاكس، لكن من الام لحد سي وانت نازل ده جنوب. فمن الواضح كده ان دايرة العرض دي بتمثل خط الاستواء، واللي تحتها ده كله جنوب. فوق خط الاستواء اللي هو من اول الان لحد الاكس ده شمال. خلاص، يبقى احنا انتهينا من فكرة الشمال والجنوب. كل الدول العربية بتقع شمال. جميل كده. طيب السعودية بتقع في زون كام؟ 37 نص أو 38 نص أو 39 نص. ومصر، مصر بتقع في زون 35 أو 36. في زونتين هنا موجودين عندي في مصر. طبعا الخطوط الأصفر دي حدود الإيه؟ حدود الدول. طيب لو أنا عايز أروح مثلا كفر الشيخ، باجي هنا أكتب المكان اللي أنا عايز أوصل له. كفر الشيخ دي بتقع في مصر. حلو. وبشوف كده وهو بيزوم معايا. طبعا كفر الشيخ هتقع معايا هنا في الايه، في زون 36. تمام. لو انا جيت قلت بحث هيبتدي يزوم لي، هيروح على كفر الشيخ. هي ظهرت معايا في زون 36. يبقى احنا كفر الشيخ في زون 36 ونص. طيب لو انا قربت شويه من كفر الشيخ كده، دي كفر الشيخ اهي، عايز احدد منطقه مثلا معروفه او منطقه ما في كفر الشيخ. تعالوا نروح عند مثلا سوق الجمله. سوق الجمله في كفر الشيخ، نقرب كده شويه. تقريبا هي دي منطقة سوق الجملة في كفر الشيخ. الطريق ده طريق صبري القاضي أو الطريق المتجه إلى سيدي سالم. لو أنا حبيت إن أنا مثلا آخد نقطة هنا عند الطريق ده، فباجي أحددها بالشكل ده. بلاقي إن هو بيقول لي إن الإيه، إن النقطة دي بتقع في زون 36 ار، والار دي ما بين الان والاكس، يبقى ار دي شمالا. حلو كده. ومديني طبعا الكوردينيت الإحداثيات. طيب أنا عايز الإحداثيات دي أروح مثلا أظهرها على الإيه؟ أظهرها على ال 7 3 دي او احددها على 7 3 دي. طيب هاجي هنا افتح ال 7 واجي اقول له ان انا عايز كريت بوينت بشكل مانيوال. هنحطها هنا في اي مكان. هنضغط هنا هنسمي البوينت دي نديها وصف كي مثلا. انتر. واليفيشن صفر. انتر. دلوقتي هو عمل لي نقطة. دي نقطة اهي.
لو قلت له زد اي انتر هيظلمني على النقطة اللي انا حطيتها بالايه بالظبط. لو انا حددت على النقطة دي وقلت له كنترول واحد ونزلت تحت كده هلاقي ان النقطة ليها ايستنج وليها نورثنج، ليها ايستنج وليها نورثنج. طب هل هي بتقع في المكان اللي انا عايزه؟ لا، انا ممكن ارجع على جوجل ايرث كده واقول له هات لي الايستنج كوبي من هنا، وارجع تاني على السيفل واقول له حط لي القيمة هنا، وارجع تاني على الجوجل ايرث واقول له هات لي النورثنج من هنا، كنترول سي، وارجع تاني على السيفل 3. طبعا النقطة اختفت من قدامي ليه؟ لان انا غيرت الاحداثي بتاعها، واحط له هنا كنترول في. تمام، نتأكد تاني. حلو. طيب احنا دلوقتي غيرنا مكان النقطة بتاعتنا، طب عايزين نروح لها بنقول له زد اي انتر زوم اكستند، وداني كده المكان الجديد بتاع النقطة لان انا غيرت الاحداثيات بتاعتي. طب انا عايز اتأكد النقطة دي وقعت في مكانها بشكل مظبوط على نظام الاسقاط بتاعي. بروح هنا على السيتنج وادخل على الدرونج واقول له كليك يمين واقول له edit درونج سيتنج، وبعدين باجي هنا اقول له ان انا عايز نظام الاسقاط او الديتم بتاعي دبليو جي اس تي ام دبليو جي اس 84، واختار من هنا انا زون 36 ونص. اسحب كده لتحت الاقي هنا زون 36 واحد نورث وواحد ساوث، فانا بقول له ايه، لا انا عايز النورث واقول له اوكي. انا كده وجهت الايه، وجهت اللوحه بتاعتي او ظبطت الاحداثيات بتاعتها. ارجع تاني على البرسبكتور، وبعدين اجي هنا هلاقي هنا في تاب اسمه جيو لوكيشن فتح معايا، بضغط على الجيو لوكيشن دي، وبعدين ببتدي افتح الماب بتاعتي باي ستايل، مثلا ازري المجري دي، واضغط عليها الاقي ان هو فتح لي الخريطه اسفل الايه، اسفل. دي النقطه اللي انا خدتها. حلو. ادي سوق الجمله، طبعا انا حطيت النقطه هنا في الغالب. جيت انا لما جيت اضيف النقطه وحطها لي في الحته دي، ما حطهاش على الطريق. تمام. لو كنت عايز اجيبها على الطريق كان ممكن اسحبها كده، فبيغير لي الاحداثيات، وبعدين اخد الاحداثيات احطها في الايه، في مكانها بشكل مظبوط. مثلا خدت الاحداثيات دي دلوقتي بعد ما دخلت النقطه كنترول سي، ورجعت تاني على السيفل وحددت النقطه بتاعتي كنترول ايه، النقطه اهي، واقول له كنترول 1، وجيت قلت له ده الايستنج الجديد، وجيت قلت له ده كمان النورسنج الجديد. الاقي النقطه جت على الطريق بتاعي اللي هو قدام سوق الجملة. ده سوق الجملة أهو، ودي نقطة أنا حددتها في المكان ده. وكده تقريبا أنا وضحت الفكرة، يا رب تكون وصلت للجميع.